ازاي تعرف ان الواتساب بتاعك مراقب ولا لا؟ نصيحة مني اخوية. اولا لما تيجي حد يطلب منك يعمل مكالمة تكون قافل الموبايل بتاعك برمز، وتكون قافل كمان تطبيق الواتساب برمز، او اي تطبيق عندك كمان تكون قافله برمز عشان ما يبدأش يراقب الواتساب بتاعك او يراقب اي تطبيق تاني. ولكن موضوعنا النهارده احنا بنتكلم عن الواتساب. حاول على قد ما تقدر، حد طلب منك مكالمة خد منه الرقم، انت اكتبه له واقفل الموبايل بتاعك بالرمز، تكون انت قافل التطبيقات بالرمز واديله الموبايل. بعد ما تديله الموبايل ويعمل مكالمته، تمام، خلي عينك عليه وهو بيعمل المكالمة. بعد ما يعمل المكالمة خد منه الموبايل تاني، ما يديك الموبايل خده، وبعد كده تبدأ تعمل معاه الخطوات دي، تشوف الواتساب بتاعك مراقب ولا لا، وهتعرف اذا كان هو ركب الواتساب بتاعك، يعني بيراقب الواتساب بتاعك ولا لا. وكل رسائلك وكل خصوصياتك طبعا بتبدا تظهر عنده، اللي انت بتعملها او اللي انت بتجيلك، يعني اي حاجه انت بتعملها على الواتساب بتروح له هناك زي ما بتجيلك بالظبط، سواء حد ارسل رساله او انت ارسلت رساله. يلا كمل معايا الشرح للنهايه، ولو لسه ما اشتركتش في القناه ادخل اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل. يلا بينا يلا بينا. كل اللي عليك يا شباب هتبدأ تضغط على الواتساب بالطريقة ديت. بعد كده تبدأ تضغط على الثلاث نقاط. من الثلاث نقاط هنختار حاجة اسمها الأجهزة المرتبطة، هنضغط عليها. لو لاحظت كده هتلاقي جاب لك كل الأجهزة المرتبطة. طبعا أول جهاز عندي ويندوز جوجل كروم نشط. ويندوز جوجل كروم نشط يعني الواتساب مفتوح على جهاز الكمبيوتر حاليا. جهاز الكمبيوتر حاليا الواتساب مفتوح عليه. وهنا اندرويد 13 اخر نشاط الامس عند الساعة 10:30 و4 دقايق بالظبط، تمام، صباحا. تمام، يعني 10:30 صباحا كان الواتساب مفتوح على الاندرويد. يعني لو لاحظت كده طبعا ويندوز دي خاصة بجهاز الكمبيوتر، الواتساب بيتفتح على جهاز كمبيوتر، والاندرويد 13 الواتساب بيتفتح على جهاز موبايل تاني خالص، يعني موبايل تاني بيتفتح عليه واتساب وبيقدر يشوف كل رسائلي وكل الخصوصيات اللي انا بعملها على الواتساب، سواء حد بيرسل لي او انا برسل له او حالات او ايا كان يعني. تمام، طيب انا دخلت دلوقتي بقى ولقيت الواتساب مفتوح على جهاز كمبيوتر ومفتوح على اندرويد، يعني في حد بيراقبني من خلال جهاز الكمبيوتر وفي حد بيراقبني من خلال موبايل تاني. اعمل ايه بقى في الوقت ده؟ كل اللي عليك هتبدأ تضغط على مثلا، وليكن هتضغط على أي جهاز من دول، هتبدأ تضغط على الجهاز بتاع ويندوز جوجل كروم. آخر نشاط اليوم عند 9 الساعة 9:29 يعني 9:30. تمام، آخر نشاط اليوم عند الساعة 9:30، يعني الساعة 9:30 كان الواتساب مفتوح على جهاز الكمبيوتر. طيب كل اللي عليا هضغط على تسجيل خروج. هيبدأ يخرج مع في انتظار تسجيل الخروج يا شباب. لو لاحظت دلوقتي ممتاز جدا يا شباب، كده الواتساب خرج بطريقة سهلة وبسيطة. تمام، يبقى انت كده خلاص عملت تسجيل خروج من الجهاز الكمبيوتر اللي هو بيراقبك عليه الواتساب، يعني جهاز الكمبيوتر بيراقب الواتساب بتاعك، فانت خلاص عملت له تسجيل خروج، فهو كده مش هيقدر يراقبك تاني. اتمنى اكون افدتكم في الشرح. لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.